هلو حبايبي. بطة مشوية مع رز بسمتي والخضار يامي يامي. تعالوا نعملها مع بعض ونشوف كيف الطريقة. بنجيب بطة ظريفة زي هاي حسب الوزن وحسب ما انتو بدكم. بنجيب معاها جزر، ليمون، توم، بصل، بندورة، فلفل أخضر حار، وحبة بطاطا بنقطعها شرحات رفيعة هيك بهذا الشكل زي ما انتو شايفين. بنقطع مكوناتنا الخضار، البصل، الثوم، البندورة، الجزر، الفلفل بهذا الشكل. ونبدأ بنحضر بهاراتنا اللي رح نخلط فيهم البطة. بنحط كزبرة، كمون، بابريكا، زنجبيل، وشوية قرفة، وكاري، وشوية فلفل أسود، وبنحط توم مجفف وملعقتين ملح. بنحط صلصة طماطم وشوية خل أبيض. دبس رمان بننزله بيعطي طعم كتير طيب مع هوت صوص. شوية هوت صوص وعصير ليمون بنعصره فوق المكونات، وشوية مي فوقهم. وبنخلط المزيج كتير كتير كويس لحد ما كله يتجانس ويصير تمام. بنجيب صينية الفايركس اللي رح نشوي فيها البطة، بنحط البطاطا بهذا الشكل بأرض الصينية، بنحط البطة فوقهم، وبنجيب مزيج البهارات اللي عملناهم مع بعض وبنحطهم فوق البطة. طبعا بنفركها كلها وبنحممها حمام، بنعملها شاور في البهارات. بنخرمها بهذا الشكل وبندخل فيها توم. توم بيعطيها طعم كتير طيب جوا اللحمة. بنحط باقي بهاراتنا، بنحط باقي المكونات، الخضار، البصل، الطماطم، بنحطهم على البطة وحواليها وجواها. بنجيب آخر شي الخضار اللي هو الجزر والفلفل، وبنحط أكتره جوا البطة من جوا لأنه رح نستعملهم بعد ما تستوي البطة. بنحط رشة فلفل أسود عليها، وبنغطيها بورق الفويل. بنغطيها كتير كويس يعني تكون محكمة الإغلاق، ما يطلع منها الهواء أو تتنفس يطلع منها البخار. بنكون إحنا مشغلين الفرن على درجة حرارة 200، وبندخل الصينية جوا الفرن وبنخليها لمدة ساعة ونص تقريبا. هيك استوت معانا البطة. شوفوا شوفوا الشكل يمي يمي، الريحة بتشهي. طبعا البطة راح نشيلها على جنب علشان نرجع نشويها عشان تتحمر لأنها هي استوت. والزيت هذا راح نصفيه ونحطه في طنجرة علشان نطبخ فيه الرز. بنحمي الزيت، بنحط الخضار، بنحط الفلفل، بنحط جزر مبشور، لومي، وشوية زنجبيل. بنخلي المكونات تتحمص كويس. بننزل البهارات، شوية فلفل أسود، بقدونس مفروم ناعم، بنقلبهم. بنحط ملعقة كاري وبننزل الرز. بنخلط الرز كويس لحتى يشرب المكونات ويتحمص شوية بالزيت ويطبخ فيه. وبعدين بنحط المي عليهم لحد ما يغمرهم المي، وبنحركهم وبنخليهم ما منغطيهم لحتى يغلوا ويصيروا يغلوا بهذا الشكل. منغطيهم هلأ
بنخفف الغاز على الآخر وبنخليهم لا يستووا. هيك البطة استوت معنا بعد ما شويناها في الفرن، صارت مشوية وجاهزة. وكمان الرز استوى، شوفوا المنظر، شوفوا الرز كيف طالع، ريحته كتير حلوة وشكله أحلى وأحلى. طبعا حطينا الرز في صينية التقديم، شلنا الخضار من البطة وحطيناهم فوق الرز، جبنا زبيب قليناه بشوية زبدة وحطيناه فوقهم، وهذا المنظر، بطة مشوية مع خضار رز بسمتي، يامي يامي.